اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اخر فيديو ليا كنت حطيت لكم قطيبات ديال الدجاج ورافقتهم بالرز بالخضر ورافقتهم بجوج سلطات، ووعدتكم انني غادي ننزل لكم من بعد طريقه ديال سلطه ديال البطاطا ديال البطاطا بالبصله، والطريقه ديال سلطه ديال الشمندر اولا الباربه. واليوم جيتكم بهذا الفيديو، كنتمنى انكم تتبعوني حتى الاخر وتشوفوا الطريقه والمكونات. اول سلطه غادي نبداو بها اللي هي سلطه ديال البطاطا. غادي نحتاجو اناء، وغادي نحتاجو هنايا كيلو ديال البطاطا البيضاء هي اللي كتصلح لينا في السلطات، وغادي نديروها هنايا باش تسلق. زدت عليها واحد الكميه ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتغطى لينا البطاطا كامله هكا، باش ملي كتسلق راه كطيب لينا كامله. وغادي نعطيكم هنايا واحد النصيحه: الا بغيتوا البطاطا ما تحلش لينا في الطياب يعني ما تحلش لينا، ما كنغطيوش على الاناء اولا الكاسرونه اللي غادي طيب فيها البطاطا. صافي هنايا من بعد ما دازت واحد المده، كنجيو نشوفوا البطاطا ديالنا بالموس اولا بشوكه اولا باي حاجه عندنا، كنقيسوها واش طابت، وكنحيدوها هنايا في صفايه، وكندخلوها قبل ما كنخدموا بها كندخلوها حتى كتبرد تماما في الثلاجه. يعني كنخليوها تقريبا واحد نص ساعه اولا ساعه حتى كتبرد لينا، عاد كنخرجوا نخدموا بها. هنا من بعد ما يعني بردات لينا صافي البطاطا، وغادي نحتاج هنايا باش نقشرها، لانني كيف ما لاحظتوا معايا في الاول سلقت البطاطا بالقشور ديالها. كنقشرها كامله وكتشوفوها يعني راه سهله، لانها كتكون صافي بردات. وكيف ما كتلاحظوا معايا هنا البطاطا راه كتبقى لينا مجموعه. من بعد ما كنكمل هنايا الكميه ديالي كامله، غادي ندوز باش غادي نقطعها على الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله، كتشوفوا معايا هنايا البطاطا يعني كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو انها كتبقى لنا متماسكه ما كتحلش لينا. غادي نقطعها هنايا على شكل ضمات صغار، لان الشكل اللي بغيت انايا هي اننا كنقطعوها على شكل ديال ضمات صغار. وغادي نخليكم هنايا باش تشوفوا الطريقه اللي قطعت بها هنايا البطاطا. وغادي نكمل هنا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وبالنسبه لهاد السلطه راه من اسهل السلطات اللي غادي تنفعنا، يعني في الدخول المدرسي اللي حنا فيه، اولا بالنسبه للنساء العاملات. يعني ما كتاخذش لكم وقت طويل، وبامكانكم انكم يعني تسلقوا واحد الكميه ديال البطاطا كيف ما كندير انا. كنخليها هكاك يعني في الثلاجه، وفوق ما احتاجيتها راه غير كنقطعها وكندير ليها التوابل ديالها وكنخدم بها. وهنا من بعد ما كملت الكميه ديالي ديال البطاطا كامله اللي كانت عندي، غادي نزيدوا عليها المكونات الثانيه الاخرى. غادي نحتاجوا هنايا بصله متوسطه، اللي غادي نقطعوها لقطع صغيره، ومن الاحسن تكون البصله البيضاء لانها هي اللي كتجينا مزيانه في السلطات. كنزيدوا عليها تقريبا هنايا جوج ديال المعالق كبار وكيكونوا عامرين ديال القزبر ومعدنوس، اللي كيعطيوها واحد المذاق زوين، يعني كيجينا في هذه السلطه وكتجي لذيذه بزاف. كنزيدوا عليها 6 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، والمعالق كيكونوا عامرين. وكنزيدوا عليها هنايا معلقه صغيره عامره ديال الملح، والكميه هنايا كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيدوا عليها معلقه صغيره عامره ديال الكمون اللي كيعطي لهاد السلطه واحد المذاق زوين ومميز. وكنزيدوا عليها هنايا 4 ديال المعالق كبار كيكونوا عامرين ديال الخل. من بعد ما زدنا هاد المكونات، غادي ندوزو هنايا باش يعني نخلطوا المكونات اللي درنا كامله، ونخليو البطاطا ديالنا حتى كتشرب هذيك هاد المكونات هادو اللي درنا ليها. وكنحطوها هكا في الثلاجه حتى كتبرد لينا تماما، لان هاد السلطه كتكال بارده. يعني الانواع ديال السلطات اللي حطيت لكم اليوم هما من السلطات اللي كيتكالوا باردين. صافي هنايا كنحطوها في الثلاجه، وكندوزو هنا باش نوجدوا السلطه الثانيه. والسلطه الثانيه هي سلطه ديال الشمندر اولا الباربه، اللي كتعتبر من السلطات المفيده للجسم وللصحه، وكتحارب بزاف ديال الامراض. احتاجيت هنايا تقريبا كيلو ديال الباربه اللي قشرتها، يعني ما درتهاش بالجلده ديالها، وكنقطعها على هاد الطريقه على 4 هكا باش كتسهل عليا في السليق ديالها، وما كتاخذش ليا وقت طويل، وما كتطلبش ليا كميه كثيره ديال الماء. درتها في واحد الاناء اللي كتشوفوا معايا اولا كاسرونه، يعني المتوفر عندكم. وغادي ندوزو هنايا من بعد ما كملت الكميه كامله، غادي نزيد عليها الماء. وهنا غادي نشرح لكم الكميه ديال الماء اللي درت انا في هاد السلطه ديال الباربه. ما كنديرش الماء بزاف هكا باش يعني الباربه ديالنا ما تمشيش من هذوك الفوائد وما نلوحوش داك الماء ديالها. تقريبا كندير واحد الكميه صغيره ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا، غير كتغطى الباربه من الفوق صافي. وكنحبس الماء وكنخليها حتى كطيب على نار اللي كتكون متوسطه، وكنخليها حتى كتشرب داك الماء ديالها كامل. يعني داك الماء ديالها ما كيتلاحش، لان الباربه الا تسلقات ولحتي الماء ديالها صافي راه ما كتبقاش فيها فائده. دونك كنبقى معاها
بشويه حتى كتشرب داك الماء كامل. يعني الباربه هنا عندنا ما كتجيناش يعني طيبه بزاف، كنخليها شويه قاصحه هكاك باش يعني الجسم كيستافد من الفوائد ديالها. بالطبع حتى هي كنديرها في الثلاجه حتى كتبرد لينا لواحد المده ديال نص ساعه حتى كتبرد، وكنخرجوها حتى هي باش كنقطعوها على هاد الطريقه، يعني لضامات صغار كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وحتى هاد السلطه كيف ما شرحت لكم في السلطه الاولى، يعني من السلطات اللي ساهلين وكتعاوننا في الدخول المدرسي، اولا كتعاوننا بالنسبه للنساء العاملات انكم كتسلقوا واحد الكميه وكديروها في الثلاجه، وكفوق ما احتاجيتوها راه غير كتجبدوها كتقطعوها وكتزيدوا عليها المكونات وكتستافدوا منها. هنايا صافي من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله ديال الباربه اولا ديال الشمندر، غادي نزيد عليها المكونات اللي عندي. احتاجيت هنايا بصله متوسطه اللي كنقطعها لقطع صغيره، وكيف ما قلت لكم يعني من الاحسن تكون بصله البيضاء حيت هي اللي كتجينا اولا كتواتل لينا مع السلطات. كندير الكميه كامله ديال البصله، وكندوز هنايا باش كنزيد المكونات الاخرى اللي عندي. غادي نزيد عليهم تقريبا هنايا 2 معالق كبار عامرين ديال القزبر معدنوس اللي كيعطيها واحد المذاق كيكون زوين لهاد السلطه هذه. وغادي نزيد عليها هنايا معلقه صغيره ديال الملح، والملح يعني الكميه كتبقى على حسب الذوق، و4 معلقه صغيره ديال الابزار. وكنزيدو هنايا تقريبا 4 ديال المعالق كبار عامرين ديال الخل، و4 ديال المعالق كبار تقريبا عامرين حتى هما ديال زيت المائده. وكندوزو هنايا كنخلطوا المكونات كامله من بعد ما زدنا المكونات اللي عندنا. كنخلطوا هنايا الباربه وكنخليوها حتى هي في الثلاجه، لان حتى هي من السلطات اللي كيتكالوا باردين حتى كتشرب هذيك المكونات اللي درنا ليها، وكنقدموها بالصحه والسلامه. هنا غادي تشوفوا معايا يعني السلطه الاولى ديال الباربه ديال البطاطا اللي وجدت معكم. وكنحاول هنايا نقدمها لكم يعني من بعد ما درتها في طبق ديال التقديم. وكتشوفوا معايا هنايا السلطه الثانيه حتى هي كيفاش كتجي يعني في الشكل ديالها، وكيفاش كتشوفوا معايا انها كتجي لا الباربه ولا البطاطا كيجيو يعني قابطين في راسهم وما كيجيوناش يعني مطلوقين بزاف. وحاولت في هذا الفيديو انني نعطيكم 2 انواع ديال السلطات باردين، 2 انواع ديال السلطات اللي كيكونوا اقتصاديين، وكيف ما كنقولوا المكونات ديالهم موجوده في كل بيت، وسلطات اللي غادي ينفعونا سواء في المدرسه او بالنسبه للنساء العاملات كيف ما شرحت لكم في الوسط ديال الفيديو. هنايا كيتسالى الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش من لي لايك والبارطاج، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.